تخيل يا عزيزي المتابع المحترم ان انت تبقى واقف مع بلكونه، قصدي في بلكونه والدماغ حلوه مع الهواء. طبعا ما كانش ينفع ما ارحبش بيها يعني. ايه الحكايه؟ تعال نشوف ايه الحكايه. لازم تجري ورا اي كيان عظيم عشان تتشاف، ده امر احنا كلنا عارفينه، لان المحتوى بس هو اللي بيفرض نفسه يا جماعه. لكن لما مذيعه ما عندهاش محتوى اصلا تطلع تحاول تقلل من الزمالك اللي واخد 15 لقب قاري، فانت بتقللي من نفسك. قولا واحدا، الزمالك واخد بطولات قاريه اكثر من عظماء العالم زي ارسنال وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وانتر ميلان وغيرهم. لما تيجي تتكلمي على الزمالك يبقى تتكلمي باحترام. الحشيش تمام حاجه قوي يا معلم. هنا طبعا هبت منها خالص، يعني هبت خالص. طبعا هنا هي بتهاجم طبعا يا ياسمين عز. انا عايز اعرف، انا بسالك سؤال، انت كنت زعيمه عصابه ولا ايه؟ ما علينا من القصه دي، من تهديدها لياسمين عز. خش بقى في الكارثه اللي هي قالتها. نادي الزمالك جاب بطولات اكتر من عظماء العالم في كره القدم، اكتر من ارسنال وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الزمالك احسن من العظماء. يعني 15 بطوله قاريه، انت تقصدي 15 قفقين. تعالى نخش في اللي بعده. ما خلصناش كلامنا وما بنخلصش يا جماعه من قصه المهاجم اللي مش عاجبه حد ومش عارف على ايه الصراحه. شويه انتقادات لمصطفى محمد، لكن دلوقتي عندنا صيده جديده، عندنا فريسه جديده، عندنا احباط جديد عايزين ننال منه. ليه؟ لان بالتاكيد وانا مهاجم ما حققتش ربع الجماهيريه والعشق والمدح والاصرار والعزيمه اللي ممكن اي واحد من اللي انا قلت اسمائهم حققوا، سواء اذا كان مصطفى محمد او الاسطوره. الجمله اللي بتزعل ناس كتير قوي، احب اقول له جمله بسيطه جدا: ناصر ومصطفى هم مهاجمين مصر في كاس العالم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هنا تقصد احمد بلال، ان هو اتكلم على مصطفى محمد وناصر منسي. عايز اقول لك حاجه، انا عايز اعرف وانت قولي لي ايه تاريخ مصطفى محمد على منتخب مصر؟ ايه اللي ساهم فيه مصطفى محمد على منتخب مصر عشان يوصل كاس العالم؟ انت بتقولي احمد بلال انت ما رحتش كاس عالم، انت ما تلوميش على احمد بلال، انت لومي على المنتخب باكمل. منتخبنا المصري كله ما راحش كاس العالم، مش المنتخب راح واحمد بلال هو اللي ما راحش. فده تصحيح بس المعلومه. تاني حاجه، هو ناصر منسي فين تاريخه مع المنتخب؟ وما دخلش المنتخب اصلا. ناصر منسي من النادي بتاعي بدايه الموسم كان عايز يبيعه وما كانش لاقي نادي ياخده. دي تصحيح معلومه تاني. انا نفسي افهم، انتوا الاستاف عالي خالص للدرجه دي؟ يعني الدماغ دي ايه؟ يعني انا بس عجبك الفيديو يا صاحبي؟ لايك كده، وصل على في الكومنتات وشير كتير عشان يوصل.